أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. في مثل هذه الأيام يدور الحوار العلمي والبحث التاريخي عن مجموعة مسائل نفيا وإثباتا حول قضية الزهراء وما يحيط بها من مسائل تاريخية. وواحدة من الشبهات والمسائل التاريخية التي يرد عليها الكلام وترد فيها الأسئلة هي مسألة زواج أم كلثوم بنت الإمام علي عليه السلام بنت الزهراء عليه السلام من عمر بن الخطاب. طبعا وأبناء العامة يوظفون هذه المسألة التاريخية والحادثة التاريخية توظيفا سياسيا وتوظيفا تاريخيا، بمعنى أنه أنتم الشيعة الذين تقولون بكسر ضلع الزهراء عليه السلام وإسقاط الجنين، كيف يتزوج عمر من بنت الزهراء؟ إذن أنتم تكذبون ورواياتكم مكذوبة وما شابه. علما أثبتنا في أكثر من مقطع، ما يقارب 10 مقاطع، أن حادثة الزهراء عليه السلام حصلت في مصادر سنية معتبرة صحيحة السند فضلا عن الشيعية. فالآن نتكلم حول هذا الزواج. هل حصل الزواج فعلا؟ ما هي ملابسات هذا الزواج؟ أين ورد هذا الزواج في المصادر؟ وحيثيات هذا الزواج. في البداية هذا الزواج ورد في روايات ومصادر تاريخية سنية وشيعية. فالآن أنا أتكلم في البداية عن المصادر السنية، لأنه السنية نقلتها بكم من هائل وباعتناء وبترتيب كبير جدا باعتبار فيه توظيف سياسي. وبغض النظر عن الذين نقلوا هذه الروايات المصادر ما راح أذكرها لأنه لربما لديهم شبه إجماع عن هذا الزواج. الملاحظات الموجودة والمشاكل على روايات ومصادر السنة هي كالتالي. أولا، الروايات التي نقلت من المصادر السنية ضعيفة السند، هذه أول مشكلة. فما بين مرسلة وما بين مضطربة وما بين الراوي كذاب أو مدلس أو ضعيف أو مجهول أو مهمول. ما من رواية نقلت في مصدر من مصادر العامة إلا وفيها مشكلة في السند، فتكون الروايات ضعيفة السند. هذا أولا. الأمر الثاني، الروايات التي نقلت عن أبناء العامة فيها تناقض وتهافت كبير جدا. مثلا ادعت روايات أبناء العامة أنه صغيرة السن، وتأتي روايات أخرى وتقول بأنها ليست صغيرة السن. زين، هذا أول التناقض. المشكلة الثانية أو الملاحظة الثانية اختلاف الروايات في مقدار المهر. فروايات تقول 10,000، روايات تقول 40,000، روايات تقول 4,000، وروايات تكثر وتقل. هاي مشاكل. ثالثا، ادعت روايات أبناء العامة بأنها أولدت لعمر بن الخطاب ولدا اسمه زيد، في حين بأن هذا الولد زيد ليس له ذكر في التاريخ. زيد ابن أم كلثوم وليس زيد الآخر راح نتكلم عنه. وادعت أيضا الروايات بأن أم كلثوم وزيد ماتا في آن واحد في وقت واحد، في حين أم كلثوم حضرت واقعة الطف في مصادر سنية وشيعية. الزيد اللي ينسبونه إلى أم كلثوم هو بالحقيقة ليس لأم كلثوم، كما قال المسعودي في مروج الذهب. قال زيد طبعا هاي إن وجد زيد أخو حفصة وعبد الله وعبيد الله، يعني هو أخو حفصة، وحفصة مو بنت أم كلثوم، وعبد الله ابن عمر مو ابن أم كلثوم. زين، إذن هو زيد أخو عبد الله ابن عمر وأخو حفصة بنت عمر وليس ابن أم كلثوم. بعد المشكلة الأخرى والملاحظة الأخرى، أم كلثوم هي بنت أبي بكر. روايات تذكر بأن عمر خطب أم كلثوم بنت أبي بكر وليس بنت أمير المؤمنين عليه السلام، كما ذكر ابن قتيبة وصاحب أعلام النساء.
بعد المشكلة الكبيرة التي اعترض عليها أحد كبار علماء السنة بأن الإمام علي عليه السلام زينها جملها وأرسلها إلى عمر، قال خلي يشوفك عمر، وهذا خلاف بيت العفة والطهارة والشرف الذين نزل فيهم القرآن الكريم وطهرهم تطهيرا ونزههم عن الأخطاء فضلا عن العفة والشرف. أرسلها إلى عمر وعمر لمسها وكشف عن ساقها. هذا ما موجود في روايات ابن العم. لذلك يقول ابن السبط الجوزي يستنكر ذلك طبعا ويقول وهذا قبيح والله، لو كانت أمه لما فعل فيها ذلك، ثم بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبية، فكيف يتقبل هذا الأمر؟ زين، هاي بالنسبة إلى علماء السنة. أما الروايات الشيعية، علماء الشيعة أيضا انقسموا إلى قسمين، وكل عالم لديه أدلة ويعني ملاحظات. طبعا بعض علماء الشيعة قال بأنه هذا الزواج لم يحصل أساسا. يا بشنو الدليل؟ قال أساسا لا توجد امرأة تسمى أم كلثوم للإمام علي عليه السلام، ومنهم السيد المقرم ومنهم القرشي رحمة الله عليهما. فهذا الكلام قالوا أنه زينب هي اللي تكنى أم كلثوم، هسه هذا رأيهم، بالتالي قالوا هذا الزواج ما موجود. احنا عندنا روايات نقلها الطوسي ونقلها أيضا الكليني ومجموعة من العلماء بأنه أم كلثوم موجودة وحصل الزواج، ولكن يقولون هذا الزواج حصل بالإكراه والإجبار والتهديد. الرواية التي نقلها الكليني في كتاب الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول عندما سئل عن هذا الزواج قال ذلك فرج غصبناه، يعني بالإكراه والإجبار. وكذلك الروايات الأخرى أنه عمر هدد أمير المؤمنين بالقتل، وقال لابن عباس إن لم يفعل ذلك لأقيمن عليه الحد بجرم السرقة، إنه أجيب شهود وأقول إنه الإمام علي سرق وأقطع يعني إيديه، وهدده أيضا بالقتل. وهذا ما نقله أيضا السيد المرتضى علم الهدى، يقول لم يكن ذلك عن اختيار والخلاف فيه مشهور، فالرواية تقول أمير المؤمنين عليه السلام دافعه يعني ما أنطاه وماطله، فاستدعى عمر العباسة فقال والله لأعورن زمزم ولأهدمن السقاية إن لم يزوجني ابنته. وهذه جملة من الروايات وآراء العلماء يقولون بأن هذا الزواج حصل، ولكن حصل بالإكراه وحصل بالإجبار وحصل بالتهديد بالقتل. زين، السؤال الأخير إنه لماذا هذا الإصرار من عمر بن الخطاب على الزواج من بيت هدده بالحرق وحصل فيه ما حصل وماتت فاطمة وهي غاضبة عليه وغير مرحب به بهذا البيت؟ السبب أن عمر هو كان يريد أن يوظف هذا الزواج لكي يحسن الوضع ما بينه وما بين البيت العلوي، هذا أولا. والأمر الثاني كان يريد أن تستمر الخلافة من نسبه أو من ذريته عفوا، ومن ذريته وأحفاده. وفي نفس الوقت أراد أن يكون أيضا له فضيلة ومنقبة أنه لديه أبناء وأحفاد من ذرية النبي. أنتم مو تمجدون الحسن والحسين لأنهما من ذرية النبي، فهذا عمر تزوج بنت النبي حال علي بن أبي طالب، هاي هم منقبة راح يحصل عليها عمر. المنقبة الثانية اللي راح يحصل عليها عمر شنو؟